مبدئيا عزيزي الشبح، كل اللي هحتاجه منك بس ابلكيشن انا فودافون، اخر اصدار موجود منه على متجر بلاي. لازم تروح لمتجر بلاي الاول وبعد كده تنزل اخر ابديت او تحديث لانا فودافون موجود على المتجر. دي اول حاجه كده هنبتدي ان احنا نحتاجها. بعد ما تنزل ابلكيشن انا فودافون كل عليك بس ان انت تبتدي تدخل عليه بالشكل دوت، وهحتاج منك 3 خطوط بالباسوردات بتاعتهم. مش انا اللي هحتاج الباسوردات يا عزيزي، حضرتك اللي هتحتاج انا فودافون اللي هو اول خط ومع الباسورد بتاعه، ثاني خط ومع الباسورد بتاعه، ثالث خط ومع الباسورد الخاص بيه. نيجي بقى للسؤال المهم، الخط الاولاني ده هيكون ايه والخط الثاني هيكون ايه والخط الثالث هيكون ايه؟ خلينا افهمك كده بمنتهى البساطه. اولا اول خط لازم تحتاجه اللي هو خط فليكس 260 صاحب عيله بيدخل 2 افراد في العيله الخاصه بيه، اسمه فليكس 260. ده خط عيله او زي ما احنا بنسميه خط الاونر او المالك عموما. بعد كده هحتاج خطوط افراد اللي هي الخطوط العاديه بتاعتنا، مفيش اي مشاكل، اي خط عادي معاك بعد كده يبتدي ينفع. وده طبعا في طريقك عشان تفعل 50,000 فليكس. فلو ما شفتش الفيديو اللي فات الخاص بطريقه ال 22,500 فليكس فارجع شوف الفيديو الاول. خلاص لو شفت الفيديو اللي فات بقى كمل معايا طريقه ال 50,000 فليكس في الفيديو دوت. والاهم من ده كله بقى اشترك في القناه دلوقتي عشان تتوصل باحدث الفيديوهات اللي انا بنزلها. والاهم من كده برضو اخبط اللايك بتاعك للفيديو وعرفني في الكومنتات هل فعليا الباقه بتاعتك وصلت ل 50,000 فليكس في النهايه ولا لا. يبقى كده عرفنا المتطلبات عندنا. اولا خط اونر اللي هو المالك وبيكون على فليكس 260. هيجي برضو سؤال مهم منك دلوقتي، يا محمد انا مش معايا خط على نظام فليكس 260 لان النظام ده اتلغى. اقول لك ان احنا بنقدم الخدمه دي يا عزيزي، هتبتدي ان انت تتواصل معانا وهنحول لك نظام الخط بتاعك لفليكس 260. بس الخدمه دي مش مجانيه. والاهم من ان انت هتفعل فليكس 260 اعرف المتطلبات قبل ما تكلمنا. اولا حضرتك تكون على اي نظام مفيش اي مشاكل. اهم حاجه في شحن الرصيد هنا يكون موجود 260 جنيه رصيد، يعني هنا في شحن الرصيد يكون موجود 260 جنيه فعليا. بعد كده تبتدي تبعت لنا الرقم بتاعك وباسورد انا فودافون واحنا هنبتدي نحولك على النظام الخاص بفليكس 260. دي مبدئيا كده. بعد ما خلاص بقى جهزنا فليكس 260 وجهزنا الاثنين الافراد اللي معانا اللي احنا خلاص بقى نبتدي نستخدم خط ونبتدي نحول الثاني ان هو ياخد 50,000 فليكس، ونقدر بقى ان احنا نغير ما بين الخطوط زي ما هتفهم كمان شويه، لان انا عارف ان الكلام النظري ده صعب عليك شويه. بعد كده هنا خلينا ندخل على فليكس 260. في خطوط عادي بتبتدي تفتح ما فيهاش اي مشاكل. هنا بيبتدي يجيب لك فليكس 260، بعد كده كاتب لك هنا صاحب العيله وافراد العيله، هنا منضاف رقم من رقمين عادي ما فيش اي مشاكل. حتى لو العيله بتاعتك فاضيه برضه ما فيش اي مشاكل. السكريبت الخاص بينا بيبتدي يعمل كل حاجه لوحده. فده خط من ضمن الخطوط ان هو ما بيدخل على العيله بتاعته بتبتدي تظهر معاه. تعالى بقى نشتغل على الخط الثاني اللي هو ما بيظهرش العيله بقى. وبعد ما رحنا للخط الثاني اللي هو هنشتغل عليه في فيديو النهارده وهنعمل عليه الشرح بتاعنا النهارده، الخط برضه على فليكس 260. بس لو دخلنا على فليكس 260 كده على النظام الخاص بيه ركز كده، لازم يجيب لك عذرا عفوا لقد حدث خطا. هنا مش جايب لك العيله ولا جايب لك مين مالك العيله ولا جايب لك الخطوط اللي انضافت ولا القصه دي كلها. ما يهمكش الكلام ده، عادي الخطين في كلتا الحالات هتنفع معانا. طيب هل انا دلوقتي يا محمد عشان استخدم بقى ال 50,000 فليكس دي لازم الباقه عندي هنا تكون منتهيه ولا تكون متجدده؟ هقول لك عادي يا عزيزي، اهم حاجه بعد ما توصل الخطوط اللي انت عايز توصلها ل 50,000 فليكس هتروح تجدد باقه المالك اللي هو الخط اللي ظاهر قدامك دوت. طيب لو انا مجددها فعليا يبقى كل اللي هتعمله هتستنى اما الباقه دي تبتدي تنتهي وتبتدي ان انت تجددها، بعد ما فعليا بقى تعمل الخطوات اللي جايه اللي هتشوفها كمان شويه. يبقى كده احنا فهمنا الكلام اكيد فعلا. بعد كده يا عزيزي خليني اشرح لك بقى. كل اللي عليك ان انت هتروح تحمل ابلكيشن اسمه تيرموكس من على متجر بلاي. اما لقيتوش على متجر بلاي كل اللي عليك بس ان انت بتروح تحمله من على جوجل كروم او اي مكان تقدر توصل له. بعد كده هتروح تحمل من قناه التليجرام بتاعتنا الاي اس فايل اللي هو الابلكيشن اللي ظهر قدامك دوت. بعد كده هتدخل عليه. هنا طبعا السكريبت بكون سايبه لك بصيغه دوت باي، بس ما بيكونش بالطريقه اللي انت شايفها دي، هو بيكون بالطريقه اللي حضرتك شايفها دي اللي هو مضغوط بصيغه زد اي بي بالشكل دوت. فكل اللي عليك دلوقتي ان انت بتضغط عليه ضغطه طويله، بعد كده بتضغط على الثلاث نقط، بعد كده بتقول له اكستراكت تو، بعد كده بتقول له اوكي، فبيظهر معاك الفولدر دوت. بعد كده بيظهر جواه السكريبت ولازم يكون امتداده دوت باي، لانك لو جيت فتحته بالشكل دوت لازم ان هو يظهر معاك الكود بالشكل دوت مش اي حاجه ثانيه. جميل، هتقول لي جميل جدا. بعد كده احنا نزلنا ابلكيشن التيرموكس، اول ما هتدخل عليه بالشكل دوت هيبتدي يفتح معاك. بعد كده تبتدي تكتب CD/SD كارد بالشكل دوت، بعد كده تدوس انتر، بعد كده تكتب LS، بعد كده انتر، بعد كده CD المكان اللي هو الفولدر بتاعك. الفولدر بتاعك اسمه ايه؟ يعني ركز هنا، الفولدر بتاعي اللي فيه السكريبت اسمه كده اللي هو فودافون فليكس 50,000. هبتدي ادوس عليه بالشكل دوت واخده ايه؟ هاخده معايا سيلكت اول، بعد كده اقول له كوبي، بعد كده اعمل كانسل، بعد كده ارجع هنا مره ثانيه وقلت له CD للاسم اللي انا نسخته، بعد كده ادوس ايه؟ ادوس انتر. هنا جايب لك مشكله في فتح الملف. طيب فايه الحل دلوقتي؟ الحل ان انت بترجع هنا وبتبتدي تغير الاسم. انا بشرح لك يا عزيزي كانك انت فعليا اللي بتستخدم والمشاكل دي بتواجهك. انا ممكن اقول لك ده بتعمل كذا وكذا 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 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واقفل الفيديو. فركز معايا بقى لان انا مش برد على اكتر الكومنتات اللي انا بكون شارحها اصلا في الفيديو. بعد كده وليكن هنا الاسم ده في مشكله، هبتدي اغيره مثلا لفودافون بالشكل دوت مثلا 50. جميل جدا، هتقول لي جميل جدا، اقول له اوكي. كده انا غيرت اسم
الملف عندي كده، انا غيرت ايه اسم الملف عندي. بعد كده اخش على الملف اللي جوه برضه اللي انا خلاص هبتدي افتحه، وهبتدي برضه اغير الاسم الخاص بيه بالشكل دوت لمثلا فودافون 500. جميل جميل جدا. بعد كده ارجع هنا مره ثانيه، بعد كده اقول له سي دي الشكل دوت فودافون 50 اللي هو الملف الاولاني، خلاص فتح معانا بالشكل ده. هنقول له ال اس اعرض لي اللي جواه. بعد كده ادي الفولدر الثاني اللي احنا عملناه اللي هو سي دي فودافون 500. بعد كده اقول له انتر. بعد كده اقول له ايه، اقول له ال اس. جميل. خلاص على كده ادي السكريبت الخاص بينا. عشان نشغل السكريبت الخاص بينا نقول له بايثون، هنكتب كلمه بايثون بالشكل دوت. بعد كده نبتدي ناخد الاسم ده كوبي، بعد كده نبتدي نضيفه في المكان دوت باست. خلاص على كده مبروك عليك. جميل. هتقول لي جميل جدا. ركز معايا بقى، ركز معايا هنا. خلاص الحمايه بتاعت السكريبت بتاعي ابتدت تشتغل. السكريبت بتاعي ما فيش زيه ولا حد يعرف يبرمج زيه. والناس بقى اللي بتفكر ان هي تفك سكريبتات البايثون الخاصه بيا، لان انا فعليا الحاجات اللي انا ببرمجها بتكون عامله الناس كده خلل في دماغها، فاللي هو بيحتاج يفكها عشان يعرف الاكواد اللي انا كاتبها. مع ان الموضوع سهل. اتعلم برمجه، خليك متميز في المكان بتاعك وانت هتعرف تعمل سكريبتات احسن مني. بعد كده خليني اقول لك الناس اللي بتفك السكريبتات بتاعتي، لو حضرتك شايف نفسك اللي هو حاجه توب يعني، فك السكريبت دوت في خلال 24 ساعه وانا هديك اللي انت عايزه طبعا. بعد كده يا عزيزي هنبتدي هنا بقول لك اكتب اونر اكونت ديتيلز. هات لي بقى بيانات المالك بتاع العيله. فين المالك بتاع العيله دوت؟ خلاص احنا الاي اس فايل مش عايزينه تاني، والامتي مانجر مش عايزينه، والمتجر كمان مش عايزينه. احنا عايزين انا فودافون والتيرموكس بس. بعد كده هنا ده المالك بتاع العيله زي ما اتكلمنا اللي هو فليكس 260. يبقى اكتب الرقم بتاعه في المكان دوت. بعد كده عزيزي كل على ان انا هدوس على انتر اللي هو السهم اللي في الكيبورد عندي دوت. هنا بقول لك اكتب لي بقى الاونر باسورد. ابتدي اكتب باسورد الرقم دوت. وبعد ما كتبت الباسورد هضغط انتر تاني. هنا بقول لك ممبرز اكونت ديتيلز. هات لي بقى تفاصيل وبيانات الافراد اللي هي بتاعت الاعضاء اللي هتخش فين. هتخش في مالك العيله، هتخش الافراد دي في حساب صاحب العيله اللي هم تكون افراد في حساب مالك عيله. بعد كده انا بقول لك اكتب ممبر وان فون نمبر. هنا طبعا الرقم الاولاني اللي هتكتبه دوت مش هيحصل على 50000 فليكس، فالرقم اللي انت عايزه ياخد 50000 فليكس هتسيبه لتاني رقم. يعني ممبر 1 ده تكتب فيه اي رقم واي باسورد. وبعد ما كتبت الرقم فعليا انا مش محتاج عليه 50000 فليكس، هبتدي ادوس انتر. بقول لك اكتب لي هنا الباسورد الخاص بيه. بعد ما كتبنا الباسورد الخاص بيه بالشكل دوت هبتدي ادوس انتر. هنا بقول لك ممبر 2 فون نمبر. هات لي بقى الرقم فعليا اللي هو رقم 2 اللي هو هتبتدي بقى تحتاج عليه ال 50000 فليكس. بعد ما كتبته بالشكل دوت هدوس على انتر. هنا بقى بعدها بيقول لك اكتب لي الباسورد الخاص بالرقم الثاني اللي هو انت بقى محتاج عليه ال 50000 فليكس. فخلاص كتبته بالشكل دوت. بعد كده ادوس على انتر. هنا بقول لك اكتب لي عدد التكرار او عدد الحلقات او اللفات اللي انت محتاج السكريبت يشتغل عليها. يعني ايه يا محمد الكلام ده؟ خليني اوضح لك. ركز معايا يا عزيزي. كل مره بتبتدي حضرتك تشغل فيها السكريبت بيبتدي يضيف لك المفروض فليكسات على الخط بتاعك. بص يا عزيزي، اول رساله عندي تم اضافه رقم كذا كذا في العيله ليك 14300 فليكس كل شهر. ننزل تحت شويه هنا بقول لك تم اضافه نفس الرقم في العيله هيبقى ليك 18200. يعني كل مره بتكرر فيها السكريبت او عدد المرات اللي انت بتكرر فيها السكريبت بيبتدي يزود لك عدد الفليكسات بتاعتك لحد ما بتوصل ل 50000 فليكس، وده اقصى شيء ممكن توصل له. اكيد الفكره دلوقتي وصلتك. بعد كده خلينا اكتب هنا عدد التكرارات مثلا خليها حاجه بسيطه اللي هو مثلا 5 تكرارات بحيث ان احنا ما نطولش في الفيديو بتاعنا. بعد كده ادوس انتر. بعد كده خلاص هنا بقول لك ستارتنج 1 من 5. يعني هو دلوقتي السكريبت اشتغل وهيبتدي يعمل لك تكرار ل5 مرات. مالكش دعوه بالحاجات اللي بتتكتب تحت الا لو في حاجات ظهرت لك باللون الاحمر او اخطاء معينه سواء في الرقم بتاعك او الباسورد اللي هو مكتوب غلط او القصه دي. فركز بقى. اهم حاجه بقول لك ويتنج 5 minutes، يعني انتظر 5 دقائق. فعليا لازم تنتظر ال5 دقائق دي. طيب يا محمد ما ينفعش ان انا اخرج من السكريبت مثلا واسيبه شغال؟ ينفع يا عزيز. اضغط في النص هنا كده وسيب السكريبت شغال في الخلفيه عندك وابتدي تتحرك في التليفون بتاعك زي ما انت عايز. روح يمين روح شمال، افتح فيسبوك، افتح يوتيوب، افتح تويتر، افتح اي حاجه انت عايزها. ولو جيت مره ثانيه رجعت على السكريبت هتلاقيه لسه شغال عندك مفيش اي مشاكل. طول ما شدتش الشاشه من فوق كده وضغطت على التيرموكس وقلت له اتزايد هيفضل السكريبت شغال معاك في الخلفيه وبيبتدي يزود لك عدد الفليكسات الخاصه بيك. للخط رقم كام يا عزيزي؟ للخط رقم 2. طيب يا محمد انا وصلت الخط رقم 2 لل 50000 مثلا وحابب ان انا احط الخط رقم 1 مكانه مثلا ان انا احط له ال 50000 فليكس هو كمان. اقول لك سهل، بدل الرقمين مع بعض. بس ما تبدلش بقى الرقم اللي انت كسرته، لا تروح تجيب رقم جديد تحطه في رقم 1. بعد كده تبتدي ان انت تضيف الخط اللي هو كان موجود معاك في الاول تروح توديه مكان التاني وهيبتدي يتكسر برضه. ليه الكلام اللي انت بتقوله ده يا محمد؟ انا مش فاهم حاجه خالص. بص يا عزيزي، انت دلوقتي كسرت الخط رقم 2 اللي احنا شغالين عليه فعليا ووصل ل 50000 فليكس صح؟ هتقول لي صح. دلوقتي الخط رقم 1 اللي في العيله عندك انت محتاج ان هو يوصل 50000 فليكس هو كمان صح؟ هتقول لي صح. هقول لك روح هات خط جديد وخد وضيفه رقم 1، يعني ممبر 1 يكون الرقم الجديد اللي انت جبته والرقم اللي هو كان موجود في العيله عندك اللي انت حابب توصله ل 50000 فليكس. فكل اللي عليك بس ان انت هتضيفه في ممبر 2 بدل ما هو كان موجود في ممبر 1. اكيد الفكره وصلتك. فحاليا فاضل دقيقتين و48 ثانيه، فخلينا
خلينا ننتظر. حاليا السكريبت ابتدى يجيب لك ردود زي ما حضرتك شايف. بعد كده ابتدى يشتغل مره ثانيه، صح؟ هتقول لي ايوه. اقول لك دلوقتي ان هو بيبتدي يعد معاك مثلا 3 ثواني، بعد كده بيبتدي معاك مثلا 10 ثواني، بعد كده بيبتدي يعد معاك مثلا 5 ثواني، وهكذا. مفيش مشكله، انت تسيب السكريبت شغال معاك مش اكتر من كده. بعد كده خلينا برضه ننتظر لحظات. هنا بقول لك خلاص ان العمليه تمت بالشكل دوت. وخليني بقى اقول لك لا دام الكلمه دي ظهرت لك بالشكل دوت اللي هي كومبليتد سكسسفولي، خلاص على كده يا عزيزي انت فعليا كده الفليكسات بتاعتك زادت بالشكل دوت. كل مره يبتدي يظهر لك فيها ان اللفه او التكرار فعليا كومبليتد سكسسفولي، خلاص كده فعليا الفليكسات بتاعتك زادت. ممكن تتاكد من خلال الرسائل اللي بتوصلك على الخط بتاعك فعليا. وبالشكل ده برضه احنا نعتبر داخلين على اخر 5 ثواني، وهنبدا التكرار الثاني او اللفه الثانيه عشان نبتدي نزود برضه عدد الفليكسات بتاعتنا. خلاص على كده المفروض ان السكريبت بتاعنا شغال. قال لك هنا انتظر 5 دقائق كمان، فاحنا نبتدي ننتظر ال5 دقائق دول. خلاص على كده المفروض ان هو قال لك اللفه الثانيه ابتدت اشتغلت برضه بالشكل اللي هو ظاهر قدام حضرتك دوت. جميل جدا. هتقول لي جميل جدا. اي عداد وقت عندك عموما هتسيبه شغال من غير اي مشاكل. يعني كل عليك بس ان انت بترن السكريبت يا عزيزي، بتديله الارقام بتاعتك، بتديله عدد اللفات او التكرار اللي انت محتاجه يكرره، بعد كده بتسيبه شغال مع نفسه. هنا المفروض يا عزيزي بعد ال5 دقائق دي تكون اللفه بتاعتنا الثانيه اكتملت. وبكده برضه نكون وصلنا لاخر 5 ثواني في التكرار الثاني عندنا بالشكل دوت. هنا قال لك خلاص كومبليتد سكسسفولي. هتبتدي تنتظر لحظات وهيفضل يكرر ويكرر ويكرر. فحاليا بقى احنا هنروح لصاحب الخط دوت ونبتدي نشوف الرسائل اللي جات له فعليا على الخط بتاعه. وزي ما حضرتك شفت كده بالظبط في اخر رساله موجوده تحت، المفروض حاليا ان هو كان في الباقه بتاعته بعد الكسره وبعد استخدام السكريبت الخاص بينا كان معاه 18200 فليكس. وحاليا بقى بعد ما شغلنا السكريبت لمده دورتين كاملين، فحاليا المفروض في الباقه الخاصه بيه 22100 فليكس. وبكده يا عزيزي احنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا وطريقه تشغيل سكريبت 50000 فليكس كامله. بس في بعض النقاط المهمه عشان الناس اللي خرجت في بدايه الفيديو، والناس برضو الثانيه اللي جرت راحت حملت السكريبت ومش عارفه اصلا هيشتغل ازاي على التيرموكس. فكرت بس ان هي شويه الاوامر اللي انا اديتهم لك في البدايه ان انت بتفتح بيهم السكريبت وتشغله. فبالتالي انت هتشوف الناس دي في الكومنتات وهتبتدوا ان انتوا تضحكوا على الكلام بتاعهم، لان فعلا احنا شارحين الكلام ده في نهايه الفيديو زي ما هتشوف دلوقتي. فخليني اقول لك يا عزيزي لو عندك التيرموكس مثبت في جهازك فعليا او ان انت محمله لاول مره، لازم اول ما هتدخل عليه تعمل الحركه دي. لازم ان انت اول ما بتدخل على التيرموكس كده هكون سايب لك امر، هتبتدي تدوس عليه بالشكل دوت، تعمل له باص، بعد كده تدوس انتر، تسيبه بقى لحد ما يجيب لك العلامه اللي هي عامله زي الدولار دي مره ثانيه تحت. يعني هو حاليا بيثبت المكتبات المطلوبه اصلا لتشغيل السكريبت او تعمل رن السكريبت الخاص بيا دي مبدئيا كده. بعد كده تروح تكتب الاوامر اللي شفتها في بدايه الفيديو، السكريبت هيشتغل معاك من غير اي مشاكل. انما بقى لو انت جريت كنت رحت حملت السكريبت وما وصلتش لحد هنا، فانا مش هرد عليك، وفي نفس الوقت مش هتعرف طريقه تشغيل السكريبت، لان خصوصا السكريبت الخاص بيا مش مرفوع على استضافه VPS او عملوا لك بوت تليجرام، لا ده هو شغال معاك كده دايركت على الجهاز الخاص بيك. كل عليك بس الوقت اللي حابب تكسر فيها وتزود الخطوط بتاعتك بتبتدي ترن السكريبت على التيرموكس وبتخرج من تليفونك وبتسيبه شغال. دي اول نقطه حبيت انبه عليها. النقطه الثانيه اللي انا حبيت انبه عليها بس زي ما حضرتك شايف هنا ادي علامه الدولار كده، خلاص كل حاجه اكتملت بنجاح. روح بقى شغل السكريبت هيبتدي يشتغل معاك. دي اول نقطه هامه. النقطه الثانيه يا عزيزي خلينا ندخل على انا فودافون بالشكل دوت، لان في حاجه مهمه جدا حابب ان انا انبه لك عليها، لان احنا قلنا الكلام في بدايه الفيديو لازم تفهمه في نهايه الفيديو. ركز معايا بقى لان الدقيقه دي مهمه جدا. دلوقتي الناس اللي هي مش على فليكس 260 عرفنا ان هم من خلالنا هيقدروا ان هم يحصلوا على نظام فليكس 260، بس الطريقه طبعا مش مجانيه، ان انا هحول لك نظام الخط بطريقه مش مجانيه. النقطه الثانيه برضو اللي حابب انبه عليها في خصوص فليكس 260 ان انت حضرتك هنا لو مجدد الباقه الخاصه بيك وفعليا ابتديت تشتغل بالكسر عندك، هتبتدي الفليكسات اللي عندك تطير. يعني كل مره بتدخل ارقام وبتخرج ارقام وهكذا، هتبتدي الباقه بتاعتك تتصفى، بس برضه هيكون فيها ايام. فانا بنصحك دلوقتي حاجه من حاجتين، يا تكون الباقه بتاعت فليكس 260 بتاعتك خلصانه فعليا زي اللي ظاهره قدامك دي، يا اما فعليا تكون خالصه وحدات وفاضل فيها ايام. فلحد هنا عايز بكون انتهيت. ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.